لو عندك علب لبن فاضية اوعي ترميها، الفكرة دي حلوة جدا. استخدمت فيها 3 علب فاضيين. دي العلبة الكبيرة اللي هي لتر ونص. هفرد العلبة بالشكل ده، وهبتدي اقص الجنبين الصغيرين بالشكل ده، وهفتح جنب واحد من الجناب الكبيرة علشان افردها كده زي الورقة. الجزء ده هقسمه على 3. كل جزء من ال3 هقصه على شكل ورقة شجر بالشكل ده، هطبقها 2 بالطول وهقصها بالشكل ده. القصة دي سهلة جدا ومش هتحتاجي ترسمي الشكل قبل ما تقصيه. هرش الظهر كله سبراي فضي لان الظهر التاني اصلا لونه فضي. ودي مراية بلاستيك اللي هي صغيرة خالص، رخيصة جدا. المراية دي كلها ب10 جنيه. انا هاخد المراية نفسها وهاخد الاطار الفضي ده اللي هو في الكفر نفسه بتاعه. تمام كده. دي قطعتين كرتون نفس مقاس المراية، هثبت عليهم ورق الشجر اللي انا عملته، استنيته طبعا بعد ما نشف من السبراي، وورقة تاني من الناحية التانية. يعني كده الورق ده مثبت عليه دايرة كرتون من قدام ومن ورا. وهعمل له اطار كده بشريط زي عقد كده فضي. ممكن تستخدمي اي شريط استراس المتاح عندك استخدميه. ممكن كمان تلزقي فصوص لو مش عندك شريط استراس ولا حاجة. هعمل لها تعليقة كده من ورا بشريط ستان. موجود عندك خيط، موجود عندك حتى لو قطعة قماش كده تقصيها على هيئة شريط. وهثبتها بقطعة كرتون من فوقيها كده علشان تبقى متينة اكتر. هي اصلا الوردة دي كلها خفيفة جدا. ده الاطار اللي انا كنت شايلاه من فوق المراية، هثبته كده الاول وبعد كده هلزق بقى المراية نفسها. وهشيل الورقة دي كنت لازقاها على المراية. وبس كده شكلها في منتهى الجمال، تنفع في اي مكان عندك في البيت، ديكور وتجديد، وحلوة قوي وكمان مش مكلف.